موضوع مقالي في مادة التربية المواطنة السنة الثالثة إعدادي النموذج الثاني. يساهم المغرب مساهمة فعالة في مجال الحفاظ على البيئة وإقرار السلم وتشجيع حوار الأديان. اكتب موضوع مقالي تبرز فيه ما يلي: مظاهر اهتمام المغرب بقضايا البيئة على المستوى الدولي، مكانة السلم في السياسة المغربية الخارجية، مجهودات المغرب لتشجيع حوار الأديان. المقدمة: يساهم المغرب مساهمة فعالة في مجال الحفاظ على البيئة وإقرار السلم وتشجيع الحوار بين الأديان. فمن مظاهر اهتمام المغرب بقضايا البيئة على المستوى الدولي: ما مكانة السلم في سياسة المغرب الخارجية، ما مجهودات المغرب لتشجيع حوار الأديان. العرض: يتمثل اهتمام المغرب بالحفاظ على البيئة على المستوى الدولي من خلال مشاركته في عدة مؤتمرات حول البيئة والمصادقة على عدة اتفاقيات كقمة ريو بالبرازيل سنة 1992 و2012، أو تنظيم بلادنا لمؤتمر مراكش حول التغيرات المناخية سنة 2001 و2016، إضافة إلى التزامه بالانخراط في مسلسل التنمية المستدامة وفي الجهود المبذولة للتخفيض من ثاني أكسيد الكربون. يحتل السلم مكانة هامة في السياسة الخارجية للمغرب، ويتجلى ذلك في عدم التدخل في الشؤون الداخلية لباقي الدول احتراما لسيادتها والتعاون مع باقي الدول وفق قواعد التعاون الدولي في نطاق الأمم المتحدة، إضافة إلى اعتماده مبدأ الحوار والتفاوض والأساليب السلمية لاستكمال وحدته الترابية مع كل من فرنسا وإسبانيا، وذلك من خلال مؤتمرات والاتفاقيات كتنظيم المسيرة الخضراء سنة 1975 لاسترجاع الصحراء المغربية. كما يساهم المغرب بكل فعالية في تشجيع الحوار الأديان، وذلك من خلال دعوته إلى عقد لقاءات بين الديانات السماوية الثلاث، كتنظيم لقاء الحوار بين الإسلام والمسيحية سنة 1997 والذي احتضنته مدينة الرباط، أو احتضان الندوة الدولية التي عقدتها منظمة الإسسكو بالرباط حول موضوع حوار الحضارات سنة 2001. إضافة إلى مشاركة المغرب في اللقاءات المنظمة على المستوى الدولي كالمؤتمر الإسلامي اليهودي الأول ببلجيكا سنة 2005 واستقبال الملك الحسن الثاني للبابا يوحنا بولس الثاني، دون أن ننسى أن بلدنا يضمن حرية إقامة الشعائر الدينية المعتنقة الديانات الثلاث السماوية، لهذا نجد تعدد أماكن العبادة مسجد كنيسة وبيعة. الخاتمة: يعتبر إذن بلدنا المغرب من البلدان الداعية إلى الحوار بين الأديان ونشر قيم التسامح، لما له من دور في تحقيق الأمن والسلم العالمي، إضافة إلى مجهوداته الدائمة لحماية البيئة.